البطاطا يا بناكلها مسلوقة يا بناكلها مشوية. النهاردة ان شاء الله هقدمها لكم بطريقة مختلفة كده هتحببكم جدا في البطاطا، وهتحبب ولادك فيها، خصوصا لو هما مش بياكلوها وانتي محتاجة ان انتي تديها لهم كعنصر غذائي مفيد. اول حاجة بكون محضرة معايا حبتين من البطاطا. دي بطاطا مشوية، تقدري تستخدمي البطاطا المسلوقة بس ما تسلقيهاش في مية كتير، يعني يا دوب تضيفي عليها نص كوباية من المية وتسيبيها لحد ما تستوي. لكن البطاطا دي انا شوياها في الفرن، بقشرها بالطريقة دي وبحطها في بولة وعليها معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة البلدي، بتديلها طعم حلو قوي. هقلب البطاطا مع الزبدة والسكر بالشكل ده. بعد كده بضيف شوية من الحليب او اللبن، يعني مقدار 4 معالق كبار من اللبن. ده بيدي طعم حلو البطاطا، كمان بيساعد لي ان انا اهرسها بشكل كويس وبيديني قوام حلو كده وناعم للبطاطا. بعد كده بيكون معايا شوية من المكسرات المشكلة، ده زبيب على جوز هند على عين جمل. طبعا تقدري تضيفي اي نوع تفضليه او اي نوع مكسرات متاح عندك، او كمان تقدري ان انت تستغني عنها، لكن هي بصراحة بتدي طعم حلو وقرمشة كده حلوة مع البطاطا. بكون مجهزة معايا بقى الطواجن دي، بضيف عليها شوية من الزبدة او شوية كده من السمنة، وبعد كده بنزل بقى كمية البطاطا اللي انا كنت مجهزاها. البطاطا اللي انا كنت مجهزاها هتعمل معايا الطواجن دي، يعني هتعمل معايا 2 طاجن من الطواجن دي. طبعا تقدروا تكتروا بقى الكمية وتعملوا طاجن كبير، او تعملوا صينية، اي صينية متوفرة عندك هتنفع وهتبقى حلوة جدا. بسوي بقى دلوقتي البطاطا في الطواجن بالشكل ده، وبعد كده بجهز بقى بشاميل مسكر، عبارة عن كوباية من اللبن او كوباية من الحليب، عليها معلقتين كبار من الدقيق الابيض، وعليها رشة بسيطة كده من القرفة بتديها طعم حلو قوي، وشوية كده من الفانيليا السايلة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الزبدة. لو مش متوفر فانيليا سايلة تقدري تستخدمي الفانيليا البودرة، هتمشي معاكي وهتبقى حلوة جدا. هقلب بقى المكونات دي كلها على البارد الاول كده مع بعض، وبعد كده هرفعها على النار. هقلب بقى لحد ما يديني قوام بشاميل وسط، لا هو بشاميل تقيل ولا هو بشاميل خفيف. وعلى النار كده لمدة 4 دقايق أو 5 دقايق هنلاقي ان القوام ابتدى ان هو يربط معانا ويوصل للمرحلة دي. هو كده خلاص البشاميل جاهز معانا، بيكون ريحته وطعمه حلو قوي، علشان احنا ضفنا له زي ما قلت لكم رشة الفانيليا دي بتفرق في طعمه وبتخليها حلوة جدا. هنزل بقى البشاميل اللي احنا جهزناه على طواجن البطاطا بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية كلها. كمية البشاميل اللي انا جهزتها بتكون مناسبة جدا لكمية الطواجن او كمية البطاطا اللي كانت معايا. هنكون بقى مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد في الفرن من تلت ساعة نص ساعة. حابين تشغلوا من تحت ممكن، مش حابين تشغلوا، اهم حاجة تشغلوا الشواية لحد ما البشاميل يستوي معانا ويوصل للون الحلو ده. بتتقدم بقى وهي دافية، عايز اقول لكم ريحتها وطعمها بيكون مختلف كليا عن البطاطا المسلوقة او البطاطا المشوية. زي ما قلت لكم كمان اذا حابين تقدروا تضيفوا شوية من المكسرات على الطواجن من فوق كده كنوع من انواع التزيين، لكن انا بصراحة اكتفيت بالمكسرات اللي ضفتها مع البطاطا من جوه. كمان انا محبتش ان انا اكسر معاكم شكل البطاطا علشان يكون شكلها واضح كده اثناء التصوير. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. دي كانت وصفتي البسيطة النهاردة، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة علشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.